إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. ما ترك شيئا يقرب الناس إلى ربهم ويدخلهم الجنة إلا أمرهم وحثهم عليه، ولا شيئا يباعده ولا شيئا يقربهم من النار ويدنيهم منها إلا حذرهم ونهاهم عنه. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين قال عنهم عبد الله بن مسعود بأنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فأعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقد امتدحهم الله سبحانه وتعالى أيام امتداح بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أما بعد، المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم الأسبوعي معا ننهض، وهذه هي إحدى حلقات مسارات الإصلاح والتجديد، ونحن اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في الجزء الثالث من هذا العنوان. كانت الحلقات السابقة أو تحديدا الحلقتين السابقتين قد تحدثنا فيهما عن المسارات الإصلاحية والتجديدية التي حاول السلطان عبد الحميد أن ينهض من خلالها بهذه الأمة، وأن يحاول يصلح ما أفسد الناس من قبله، ويحاول كذلك أن يعالج عوامل القصور وعوامل الضعف في سبيل أن تكون هذه الأمة حاضرة في المشهد العالمي وقائمة بأمر الله سبحانه وتعالى في الشهادة على الناس. وهذه الأمة من خصائصها أنها الأمة الوسط، وأنها الأمة الشاهدة القائمة بالحق والداعية إليه، وممن خلقنا أمة يدعون بالحق وبه يعدلون. فنحن نواصل إن شاء الله في هذه الحلقة من حلقات مسارات الإصلاح والتجديد اليوم في ذات الكلام الذي كنا نتحدث عنه عن السلطان عبد الحميد، وخصوصا يأتي سبحان الله هنالك توافق ما بين وفاة السلطان عبد الحميد عليه رحمة الله في 10 من فبراير، وهو يوم البارحة 10 من فبراير 1918، ويكون بذلك قد مر على وفاته 3 بعد 100 من السنوات، يعني 103 سنوات مرت على وفاة السلطان عبد الحميد.
والسلطان عبد الحميد حقيقة هو محل اختلاف بين المحبين والمبغضين. فالذين يحبون السلطان عبد الحميد يقولون عنه الكثير من الإيجابيات، وربما حاولوا أن يتحدثوا عن مثاليات ربما قد لا تكون واقعية، ولكن في نفس الوقت أيضا الذين يعني في خصومة مع السلطان عبد الحميد، وخاصة من القوميين العرب منهم والأتراك، فإنهم أيضا يصورونه وكأن مشكلات الأمة كلها يتحملها السلطان عبد الحميد. ولكن كما يقال الإنصاف عزيز. وللأسف الشديد نحن خلال الفترة الماضية، خلال قرن من الزمان، تتشكل ذاكرتنا التاريخية وتتشكل ثقافتنا وتتشكل كذلك رؤانا ومواقفنا من خلال ما يكتبه المنتصر. والمنتصر هنا بطبيعة الحال هو منظومة الحملة الصليبية التي ظلت تصول وتجول في المنطقة منذ نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، حيث استطاعت أن تسقط منظومة الأمة في دولتها المركزية وفي خلافتها، وبعد ذلك بدأت تشكل الواقع السياسي وتشكل بطبيعة الحال الذاكرة التاريخية للأمة. فلا نتصور في مثل هذه الحالة التي يكتب فيها المنتصر التاريخ كما يريده هو، فيحول الكثير من أبطالنا إلى خونة، ويحول الكثير من مجاهدين إلى مجرمين وإرهابيين، ويحول الكثير من معاركنا الفاصلة مع أعداء الله سبحانه وتعالى إلى معارك فاشلة أو إلى معارك وظيفية. وبالتالي نحن حقيقة أمة تعاني من أزمة كبيرة جدا، وبالتالي ونحن نقبل على التاريخ المكتوب حاليا علينا أن نقبل بمقولة النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم. فلا نتلقى كل معلومة عن رجالاتنا وعن قاداتنا وعن أئمتنا وعن علمائنا وعن ساستنا ومفكرينا، لا نتلقاها هكذا عفوا دون أن نمحصها ودون أن نقف عندها. فعموما في مثل هذا اليوم الذي تمر فيه 300 من وفاة الراحل السلطان عبد الحميد، نترحم عليه رحمة واسعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا، وأن يتجاوز عن تقصيره وعن أخطائه وعن إشكالاته. فمهما قال الناس عنه سلبا أو إيجابا، إلا أننا شهادة بالحق والقسط لا نستطيع إلا أن نقول بأن الرجل بكل ما فيه كان أحد الرجالات المخلصين لهذه الأمة، الذين يوالونها والذين لا يرتبطون بوسائط خفية أو بولائج خفية مع أعداء الله سبحانه وتعالى للتآمر على الأمة. ولقد رأينا في حلقاتنا الماضية كيف كان موقفه الصلب والقوي والمشرف من قضية فلسطين، وكيف أنه لم يستجب لحركات التحول التغريبي التي كانت تريد أن تأخذ هذه الأمة، ولكن الرجل حاول أن يقاوم. ومع ذلك كل المحاولات التي ذكرناها محاولات الإصلاح، إلا أن هذه المحاولات يمكن أن نقول بأنها أجلت عمليات السقوط للفترة التي استطاع أن يحكم فيها السلطان عبد الحميد، وهي أكثر من 30 سنة، يعني 3 عقود تقريبا. هذا يكاد المؤرخين المنصفين يقولون بأن السلطان عبد الحميد كان يمكن أن يكون سقوط الخلافة قبل ذلك التاريخ الذي سقطت فيه، ولكن محاولات الإصلاح، محاولات التجديد، مسارات الوعي التي حاول أن يحييها في الأمة استطاعت أن تقاوم بعض الشيء وتتأخر عملية السقوط لفترة من الزمان. ولكن كما قيل بأن الأمراض أحيانا تدب في أجساد الأفراد وتمرضها وتقعدها وتضعفها، ولكن أحيانا قد تقتلها وتميتها. وبالتالي نحن في اللحظة التاريخية التي كان يقود فيها السلطان عبد الحميد الدولة ويقود فيها السلطنة، الدولة العثمانية بأطرافها المترامية، وهي تقع في قلب العالم بمختلف قومياتها وبمختلف مواقعها الجغرافية، إلا أن التحديات كانت أكبر بكثير من محاولات الإصلاح والتجديد التي تبناها السلطان عبد الحميد. وخاصة لو لاحظنا بأن
الحالة الداخلية في الفترة التي كان يحكم فيها السلطان عبد الحميد قد حصل فيها محاولات اختراق هائلة جدا في العلمنة وفي التغريب وفي النزاعات وفي القضايا القومية، وفي أيضا تقدم المجموعات الدينية ومحاولة الاستفادة من الحملة الصليبية التي كانت تجتاح أرجاء واسعة من العالم الإسلامي بقيادة بريطانيا وفرنسا من الغرب وروسيا من الشرق. وبالتالي هذه المعادلة الصعبة لم تمكن السلطان عبد الحميد من استكمال البناء ومن مد العمر للدولة أكثر مما استطاعه، وبالتالي لم يستكمل السلطان بناءه، بل يمكن أن نقول بأنه استطاع أن يحقق بعض الإنجازات، ولكنه أيضا كانت هنالك العديد من الإخفاقات. ويصنف عموما السلطان عبد الحميد بأنه من رجالات الإصلاح الهادي والبطيء وليس شخصية ثورية. ويبدو أن هذه الحالة غالبا ما تصاحب الدولة في ضعفها، يعني عندما لا تكون هنالك حالة من الثورة العارمة التي جاء على رأس هذا القائد، إنما جاء ضمن منظومة تقليدية مترهلة فيها الكثير من الضعف، وهو يريد أن يصلح من داخل هذه المنظومة، فهنا سنلاحظ بأن المشكلة كبيرة وواسعة ويصعب جدا لشخص واحد مهما بلغت قدراته العقلية وإمكاناته البدنية وكذلك سلطاته التنفيذية مهما بلغت، لكن الأمر أوسع بكثير مما يمكن أن نتصوره. وبالتالي يمكن أن نقول فهو آخر عموما السلطان عبد الحميد هو آخر من تولى خلافة الأمة وسلطانها، يعني آخر سلطان حقيقي كانت له صلاحيات وكان له نفوذ وكانت له قابلية في الأمة هو السلطان عبد الحميد. ما بعده من الخلفاء يعني 2 أو 3 هؤلاء هي عبارة عن خلفاء صوريين ليسوا حقيقيين، لأن الدولة حينها تم اختطافها كما سنأتي إن شاء الله من قبل الاتحاد والترقي، من قبل الرجالات العلمانية، من قبل رجالات الغرب، من قبل المجموعات الدينية والطائفية، من قبل الماسونية العالمية. على كل حصلت حالة من اختطاف الدولة واختطاف السلطة، ولكن تدرجوا بها لأن الحالة حالة الارتباط الوجداني والإيماني والديني مع منبر الخلافة أو منصة الخلافة لم يكن أمرا سهلا، وبالتالي أيضا إسقاط هذه الخلافة كان يحتاج إلى جملة من العوامل داخلية وخارجية. ولكن قبل ذلك نحتاج إن شاء الله أن نقف على نحتاج أن نتحدث عن عزل السلطان عبد الحميد. كيف تم عزل السلطان عبد الحميد قبل أن نتحدث عن قضية سقوط الخلافة كنظام سياسي وكحالة كانت جامعة للأمة. ولكن قبل أن ألج إلى موضوع عزل السلطان عبد الحميد والخطوات التي تم اتخاذها، دعونا نتساءل: هل كانت الخلافة في آخر عهدها ومنذ لحظة، بل لو ذهبنا بعيدا إلى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مرت علينا أنواع من السلطة، مرت علينا خلافة راشدة، مر علينا ملك أموي أو سلطان أموي أو دولة أموية، ومرت علينا دولة عباسية، ثم مرت علينا الدولة العثمانية. على كل توالت على الأمة أشكال من الدول. وبعض الناس وهو يقرأ التاريخ لا يرى في هذا التاريخ إلا كل ما هو سيء، لا يحاول أصلا أن يتعامل مع حقائق التاريخ بشكل منصف، فيحاول مثلا أن ينظر إلى الوجه الإيجابي فيقره، وينظر إلى الوجه السلبي أو السلبي فيعالجه. لا، هو ينظر إلى أن هذا التاريخ كله سلبيات، وأن والله كله تخلف وكله رجعية وكله. هل فعلا والله هذه الخلافة العامة التي كانت تجتمع فيها الأمة عبر تاريخها لم يكن لها أي وجه من الإيجابيات، بل كلها سلبيات كما يحاول أن يصور لنا الكتاب المستشرقين تحديدا، وتبعهم للأسف الشديد عدد من الكتاب كذلك القوميين العرب وبعض الإسلاميين، يصورون بأن والله لم تكن فيها تلك الصورة الإيجابية، بل ربما ذهب البعض إلى الغلو في هذا الاتجاه للقول بأنه والله ليس هنالك أصلا ما يمكن أن نسميه نظام سياسي إسلامي، وبالتالي نفي لمنظومة التشريع السياسي في الإسلام أو آلية الحكم في الإسلام، وهي آلية الخلافة والاستخلاف. هذا المفهوم القرآني العظيم، والبعض حقيقة حاول أيضا أن يذهب بنا بعيدا
وظهر ذلك تقريبا مع بدايات الدخول البريطاني إلى مصر، وتبنى هذا الخط أحد مشايخ الأزهر وهو علي عبد الرزاق، ليقول بأن الدين والله لا علاقة له بالدولة. لكن في حينها تم الرد على هذه الفرية، وعلماء الأمة حينها من تونس والمغرب والجزائر وكذلك مصر وكذلك اسطنبول ردوا على هذه الفرية. لكن للأسف الشديد نلاحظ هذه المسألة مع مرور الوقت أيضا بدأ البعض يحاول أن يعيد هذه الحالة، وخصوصا مع حالة الهجمة العالمية وحالة هذه السطوة التي تحاول أن تبسط العولمة الديمقراطية والعلمانية في العالم، لتقول لنا بقية الأمم كأنما لم يكن لها تاريخ ولم يكن لها نظم سياسية ولم تكن لها هوية جامعة ولم تكن لها تجارب سابقة في الحكم. بل للأسف الشديد كما قال أحد الكتاب وأحد المفكرين ولعله مالك بن النبي لما ناقش أحد المفكرين الفرنسيين الذين أسلموا بعد ذلك، كان يقول بأن مشكلة أوروبا أنها لا تنظر إلى تاريخ الأمم ولا تنظر إلى حضارات الأمم السابقة، ولكن تنظر إلى التاريخ بدأ من لحظة نهضتها. طيب ما قبل هذه النهضة ما هي طبيعة الشعوب المشرقية؟ ألم تكن هنالك حضارات؟ ألم تكن هنالك أمم لها ثقافة، لها هوية، لها تاريخ، لها نضالات، لها يعني تجارب واسعة؟ لا، ستلاحظ بأن الفلسفة تبدأ منهم، والتاريخ يبدأ منهم، والنهضة تبدأ منهم، والسياسة تبدأ منهم، والنظم السياسية تبدأ منهم، وتاريخ العلوم يبدأ منهم، وبالتالي مركزية الكون هنالك في الغرب. هذه الحالة للأسف الشديد طبعا يستبطنها للأسف الشديد بعض المهزومين، ويذهبوا في هذا الاتجاه ويريدوا أن يلقوا ذاكرتنا وكأن هذه الأمة ليس لها أي شيء يمكن أن تفاخر به أو أن تنتسب إليه، بقدر ما عليها فقط أن تقلد وتلحق بركب المنتصرين. هنا أقف مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون. تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه، ثم يكون ملكا جبرية أو ثم يكون حكما جبريا أو ملكا جبريا أو تكون جبرية ما شاء الله لها أن تكون. وفي بعض الروايات ثم يكون حكما طاغوتيا، بعض الروايات وهي صحيحة صحها بعض أهل العلم، حكما طاغوتيا ما شاء الله له أن يكون، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هذا الحديث أورده الإمام أحمد في مسنده، وكذلك أورده عدد من العلماء، وخاصة تناول هذا الحديث الشيخ العلامة الألباني عليه رحمة الله، وكذلك تناوله الشيخ الأرناؤوط، وهم في الحكم عليه على درجات، منهم من يحسن هذا الحديث، ومنهم من يصحح هذا الحديث، ومنهم من يجزئ هذا الحديث. ولكن من خلال تتبعي لروايات هذا الحديث وجدت بأن يكاد يكون معظم الروايات الصحيحة تتفق إلى المرحلة الثالثة: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم خلافة على منهاج النبوة، ثم ملكا عاضا. إلى هنا لا مشكلة، يعني كثير من الروايات تكاد تتفق على ذلك، ولكن بعض العلماء يتكلمون حول الملك الجبري والملك أو الخلافة الراشدة التي تأتي بعد ذلك. ثم بعد ذلك على افتراض أنه صحيح كما صححه الألباني، منهم من يعتبر بأن هذه المسألة حدثت تاريخيا مع عمر بن عبد العزيز، فهو ربما الخلافة التي جاءت بعد الملك العضوض ومع الملك الجبري. ولكن الشيخ الألباني عليه رحمة الله يقول: استبعد ذلك، يقول: ومن البعيد عندي جعل الحديث على عمر بن عبد العزيز لأن خلافته كانت قريبة العهد بالخلافة الراشدة. يعني كلمة ثم فيها وقت إلى حد ما معتبر، وليست هكذا أوقات قصيرة ومتقاربة. فعمر بن عبد العزيز فترته ليست بعيدة جدا من العهد الراشدي، وبالتالي يقول هذه الفترة قصيرة ويصعب أن نجعلها هي المقصودة بالحديث، لأن خلافته كانت قريبة العهد بالخلافة الراشدة، ولم يكن يعني عمر بن عبد العزيز بعد ملك عاض وملك جبري
وبالتالي يعتبر بأن والله عمر بن عبد العزيز ليس هو المراد بالخلافة الراشدة التي جاءت في هذا الحديث. هنا دعونا نقول ما هي. النبي صلى الله عليه وسلم الآن وصف بعده عليه الصلاة والسلام ستكون خلافة راشدة وسيكون هنالك ملكا عضوضا. طبعا الخلافة الراشدة هي عبارة عن النموذج الأمثل بعد النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى الشورى، تحقيق العدالة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مساحات الحريات التي تتاح للناس، محاربة الفساد إلى غير ذلك. فهي النموذج الأقرب بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الملك العاض هو حالة الملك القابض والمسيطر والذي يكون فيه التوارث، هو قابض ويكون التوارث. هنا نلاحظ بأن حالة الشورى الجامعة للأمة والحريات العامة في اختيار الإمام تحصل فيها نوع من التراجع، وبالتالي القيم الدستورية كما يسميها بعض المعاصرين القيم الدستورية العامة، القيم السياسية العامة يحصل فيها تراجع، ولكن تبقى هنالك الكثير مما يمكن أن يندرج بأنه ضمن حالة الأحكام التشريعية التي تكون قائمة في الأمة. فعلينا أن لا نربط ما بين التراجع في النظام السياسي الفوقي إلى أن نعتبر الحالة كلها صفرية ما بعد الخلافة الراشدة. ليس كذلك. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإسلام يقول ينقض أو تنقض عرى الإسلام عروة عروة، أولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة. فكأنما النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الحكم هنا، إلى السلطة السياسية الفوقية يحصل فيها نقض، والنقض لعله المراد هنا هو أول ما حصل من تأويل ومن تحريف هي محاولة الانتقال من نظام الشورى الإسلامي إلى نظام الوراثة التي لم تعرفها هذه الأمة أو لم يرد لها أصلا شرعيا، إنما هي كانت في الأمم السابقة. فكانت مثلا بنو إسرائيل عادي جدا فيها التوارث، ولكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم نظامها السياسي يقوم على قوله وأمرهم شورى بينهم، فلا مجال للتوارث ولا مجال للملك. وبالتالي هنا النقض الذي حصل للعروة الأولى هو على مستوى النظام السياسي، لكن ظلت الأمة بعد ذلك في مجموعها هي حاضرة. فإذا انتقلت الأمة من حالة الخلافة الراشدة لا يعني أنها فقدت كل شيء، يمكن أن نقول إلى أنها انتقلت من الخلافة الراشدة إلى الخلافة العامة، وهي فترة الملك العضوض. ما هي إذن صفات هذه المرحلة التاريخية التي انتهت كما ذكرت بالسلطان عبد الحميد؟ هل كانت كلها فعلا ما فيها من الخير، أم أن هنالك حالة عامة علينا أن نستحضرها لنعرف ما الذي فقدناه بفقداننا للخلافة؟ بلا شك أن فقداننا للخلافة أفقدنا الكثير من المعاني التي لم تكن من قبل. يعني حتى لو تراجعت الأمة في بعض القضايا، حصل نوع من الاستبداد، حصل نوع من الانفراد، حصل نوع من استحواذ السلطة في بعض المجموعات، لكن الأمة بمجموعها كانت تتفاعل داخل هذا النظام العام للأمة. وحتى لو قلنا فترة من الفترات برز العرب، فترة أخرى برز الأمويون، برز العثمانيين الأتراك، فترة من الفترات قاد الأمة الأكراد أو الكرد، وهكذا. يعني في داخل هذا النظام العام لم يكن محتكرا إلى هذه الدرجة، فكل أمة أو كل مكون داخل مكونات الأمة أتيحت له من الفرص داخل هذا النظام العام ما يمكن من خلاله أن يعبر عن مجموعة المصالح العليا لهذه الأمة. فما هي المعالم العامة للنظام الخلافة العام، حتى ولو لم يكن بذاك الرشد الذي عرفت به الخلافة الراشدة؟ ما هي السمات العامة التي استفادتها الأمة من نظامها الجامع وفقدتها بعد ذلك في الأنظمة الجبرية وفي الجمهوريات المستبدة والملكيات الوراثية، بحيث والله فقدنا جملة من الإيجابيات يمكن أن نلخصها في النقاط التالية. أولا، ظلت الأمة طوال تاريخها بالمجمل ظلت الأمة شريعتها هي الحاكمة، وليس هنالك أنظمة مثلا تشريعات نحت الشريعة واستبدلت بقوانين أخرى تحكم فيها الأمة بغير شريعتها وبغير بقرآنها وبغير كتابها، إلا في فترات وجيزة جدا عندما اجتاحت الأمة فترة التتار. حكمت الأمة في بعض مراحلها بما كان يعرف بجنكيز
في فترة جنكيز خان كان هنالك نظام قانوني ونظام تشريعي لم يكن موافقا لكتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حكمت به فترة، لكن بعد ذلك عادت الأمة سريعا، لأن ذلك ليس من طبيعتها، فهي أمة متماهية مع كتابها، منسجمة مع هويتها، لا تعيش تناقضات داخلية بهذا الشكل. فعموما السمة الأبرز إجمالا، السمة الأبرز هي حاكمية الشريعة وسلطان الشريعة وسلطان العلماء وحضور العلماء وفاعلية التشريع. هذه إلى حد كبير كان في الأمة يعني يتفاعل، والأمة حاضرة، وإلى حد كبير تكتسب كانت السلطة حتى السياسية شرعيتها من خلال حمايتها العامة لمسألة التشريع في المجتمع، حتى ولو تراجعت كما ذكرت هذه المسألة على مستوى السلطة السياسية، لكن على المستوى المجتمع كانت التشريعات والقضاة وغيرهم ينتشرون في بقاع الأرض، والأمة تحتكم إلى كتابها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. كان هذا العامل الأبرز اللي يمكن نحن نسجله في موضوع السلطة العامة في الخلافة. الأمر الثاني، كانت الخلافة بعمومها تعبيرا عن هوية الأمة الواحدة واستخلاف هذه الأمة وتمكين هذه الأمة ووحدتها الجامعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن هذه كانت سمة عامة، وهو أن فقداننا للنظام العام في الأمة والدولة المركزية في الأمة فقدت الأمة وحدتها وفقدت الأمة هويتها، تعددت الهويات، بحيث والله ظللنا بعد ذلك الكل يبحث عن هوية. صرنا دويلات ممزقة كما سأتي إليها إن شاء الله، صرنا دويلات، صرنا قوميات، صرنا مجموعات جغرافية، صرنا طوائف دينية، وبالتالي الهوية الجامعة للأمة، النظام السياسي العام للأمة الذي يجمعها وتأتلف تحته، فقدت من خلال فقدان السلطة السياسية الجامعة للأمة. النقطة الثالثة أيضا هذه مسألة مهمة جدا، ما فقدناه من خلال سقوط الخلافة كما سيأتي إن شاء الله بعزل السلطان، هو أن هذه الأمة كان الولاء في تاريخها، كان الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. هذه الأصل العام، يعني كل من يأتي حتى المستبد منهم كان صحيح في مظالم في الداخل، ولكنه في الإطار العام يستمد شرعيته من خلال ولائه للأمة، ارتباطه بالأمة، البحث عن مصالح الأمة والتبرؤ من أعداء الله الكافرين، ويظهر ذلك في مجاهدة أعداء الله والجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك. فعلى كل هذه أيضا كانت واحدة من القضايا الكبرى التي تستظل بها أيضا الأمة من خلال خلافتها مهما قيل عنها، ولكن لا أحد ينكر هذه القضايا التي نتحدث عنها. النقطة الرابعة أيضا مما اتصفت به الخلافة العامة بالرغم من ضعفها وبالرغم مما تحدثنا عنه من تراجعات، كانت سيادة الأمة على مقدساتها، خاصة الحرمين الشريفين والقدس الشريف. كانت هنالك سيادة للأمة على المقدسات، ولم تكن هنالك أي شكل من أشكال الهيمنة الخارجية أو الحماية الخارجية أو السلطان الخارجي أو الاحتلال الخارجي على هذه الأرض. وأيضا كانت الأمة سيدة على مواردها وبيضتها العامة وحماية حرماتها ونصرة مستضعفيها، فكان ذلك من الأشياء العامة التي كانت سائدة عموما بوجود الخلافة العامة. نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله، فكونوا معنا. لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونواصل إن شاء الله في حديثنا عن
المعالم العامة التي كانت تمثلها الخلافة العامة في الأمة ووحدة مركزيتها، وفقدت هذه المسألة بعد ذلك، وبالتالي دخلت الأمة في حالة من التيه وحالة من الاستضعاف. ذكرنا بأن النقطة الرابعة هي قضية سيادة الأمة على المقدسات وعلى الموارد وحماية البيضة العامة ونصرة مستضعفيها وحماية الحرمات العامة. كل ذلك كانت تمثله دولة مركزية، ولا يستطيع أعداء الله سبحانه وتعالى أن يستفردوا بأي مستضعف في المنطقة، بحيث كان يمكن أن يجد المستضعفون نصرة من الدولة المركزية. خامسا، ظلت أيضا طوال التاريخ الإسلامي شعيرة الجهاد فاعلة وعاملة وفاعلة، ولم تعطل حماية وفتحا أو دفعا وفتحا، مما جعل الأمة قوة مرهوبة الجانب وتستطيع أن تردع كل من تسوي له نفسه بالدخول إلى أراضي المسلمين أو السيطرة عليها أو الاعتداء على هذه الأمة. فظلت شعيرة الجهاد فاعلة وعاملة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون. فالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى كان أيضا من أهم صفات وسمات الخلافة العامة في كل مراحلها. بل يمكن أن نقول بأن أهم ما تميزت به الخلافة العثمانية في عهودها الأخيرة وكان يعني تكتسب من خلاله شرعيتها هي مسألة الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل، بحيث لم يكن يتقدم إلى سلطان المسلمين شخص لا يعرف بالجهاد أو لا يعرف بقتال أعداء الله سبحانه وتعالى. فكان مثلا الدولة العباسية كان العلم هو المقدم في كثير من القضايا، فكثير من علماء وخلفاء الدولة العباسية يعرفوا بالعلم وتجدهم ما شاء الله متبحرين في العلم. لكن الدولة العثمانية كانت هي بما أنها دولة ثقور وعلى مشارف الدولة الرومية والدولة البيزنطية وعلى مشارف أوروبا بكل ما فيها، فإنها كانت تعرف أو كانت تكتسب شرعيتها ويكتسب أئمتها وسلاطينها يكتسبون مشروعيتهم من خلال الجهاد في سبيل الله. وبالتالي كانت شعيرة الجهاد قائمة وموجودة، وكانت الأمة مرهوبة بهذا الموضوع. سابعا، مما اتصفت به كذلك الأمة في تاريخها وفي خلافتها العامة هو أن أساس الانتماء للأمة أن الأساس للانتماء للأمة هو الأصل، أن الشخص ينتسب لهذه الأمة. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جزء من هذه الأمة. حتى من غير المسلمين من والى هذه الأمة وانتمى إليها وكان من سكانها ومن مواطنيها فهو جزء من هذه الأمة العامة في نظامها الكلي. وبالتالي لم تكن الأمة تعاني من مشكلة الانتماء، ولم تكن تعاني من مشكلة الهوية والاضطراب في هذا الاتجاه. ولم تكن هنالك مشكلة الصراعات القومية التي نلاحظها الآن، الترك والفرس والعرب والأكراد والأفارقة والأمازيغ وغير ذلك. على كل إنسان يحاول الآن يبحث عن هوية في ظل تشتت الهوية الجامعة، في ظل التراجع العام الذي تعيشه الأمة. هنا بطبيعة الحال سنلاحظ تتجلى الأزمات التي هي جزء حقيقي من أزمتنا الكلية بفقداننا للنظام الكلي للأمة والأمم. النبي صلى الله عليه وسلم نلاحظ بأن كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن الملك نلاحظ أنه يتحدث فيها عن الأمة، فالعصمة للأمة والملك للأمة، وحتى الشفاعة يوم القيامة يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته، وإذا تحدث عن ملكها وسلطانها يقول: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، إلى غير ذلك. فعموما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحرص على أن يرسخ مفهوم الأمة في الناس، بحيث والله هذا المفهوم إذا ضعف فإن الناس بعد ذلك سيبحثون عن هوية أخرى. يبدأ بعد ذلك أنت الانتماء للأمة يضعف، فتبدأ الشعوبية من جديد، تبدأ الحالة القطرية، يبدأ الحالة القبلية، تبدأ الحالة المناطقية، وتتراجع عموما فكرة الأمة الواحدة. هذا على كل كانت واحدة من القضايا أيضا السمات العامة التي اتصفت بها الخلافة الراشدة. ثامنا، أيضا من الإيجابيات العامة التي كانت موجودة حتى ننصف هذه الخلافة مهما قيل عنها من ملاحظات، من إشكالات، من أسباب سقوط. نحن ذكرنا جملة من الأسباب التي أدت إلى أن تتراجع الأمة وتسقط، ولكن أيضا دعونا ننظر إلى الوجه الآخر، ننظر إلى الكوب في الإطار المملوء، وليس فقط تكون نظرة إلى الإطار الفارغ من الكوب. ثامنا، مهما تباينت الدول الحاكمة
ولكنها سواء كان أمويين، عباسيين، سلاجقة، عثمانيين، كل الذين مروا بهذه الأمة، نلاحظ بأن مهما تباينت الدول الحاكمة ولكنها كانت قادرة على النظر في مصالح الأمة الكلية. يعني وهذه قضية مهمة جدا في أي أمة ليس لها هنالك قدرة على من ينظر في مصالحها الكلية، ومن ينظر في المفاسد الكلية، ومن ينظر في التحديات الكلية، ومن ينظر كذلك في المصير المشترك لهذه الأمة. إذا غاب هذا الموضوع فإن حالة التجزؤ والانقسام تصل في نهاية المطاف إلى أن يقول كل شعب وكل مجموعة نفسي نفسي نفسي، وليس له علاقة ببقية الأمة. للأسف الشديد هذا ما نلاحظه الآن في فتراتنا الأخيرة، بحيث والله حتى ما كنا نقول بأنها هي القضية المركزية التي يتفق عليها المسلمون شرقا وغربا، قضية فلسطين، حتى هذه ظلت بعد ذلك محل نظر، محل اجتهاد، لا أقول فقط من القوميين، ولا أقول فقط من الأدوات الوظيفية من الحكام العرب وغيرهم، ولكن حتى من الذين ينتسبون إلى التيارات الإسلامية. تجد أن هذه المسألة حصل فيها نوع من الاضطراب، بحيث والله مساحات الفقه صارت تتسع حتى لقضية المبادئ الكلية للأمة، المصالح الكلية للأمة، بدل أن ينظر كل شعب وكل حزب وكل جماعة تنظر إلى مصالحها ضمن إطار المصالح الكلية لمجموع الأمة، منظور الأمة غاب، وصارت بعد ذلك الكل كما ذكرت ينظر لفكرة أن النصوص تتنزل على الشعب والنصوص تتنزل على الجماعة، وبعد ذلك رعاية المصالح التي نتكلم عنها تبقى في إطار الجماعة، وتختزل مفهوم السياسة كلها كذلك يختزل في مفهوم المصلحة، ومفهوم المصلحة يختزل في إطار القطر، ثم مفهوم القطر في إطار الصراع الداخلي للقطر تتحول إلى الجماعة، وينتهي بنا للأسف الشديد إلى الحالة الشخصية في نهاية المطاف. ختاما، من المعالم أيضا الأساسية التي عرفت بها الأمة في خلافتها، وأهم الإيجابيات والملامح العامة للخلافة بكل سلبياتها، إلا أنها كانت الأمة في كل بلدانها تعيش حالة من التوازن والتكامل في مواردها وقدراتها المادية والبشرية. موارد الأمة ليست بسيطة، سواء كانت موارد بشرية، سواء كانت موارد مادية، سواء كانت موارد جغرافية طبيعية، فإن هنالك العديد من المواقع التي تربط بين العالم الآن، كلها تمر بالمنطقة الإسلامية. هذه موارد ليست بسيطة، وحتى قيل بأن بعض المواقع إذا حكمها شخص من الأشخاص منه يتحكم في العالم، ومنها مثلا منطقة اسطنبول، كان يقول نابليون بأن من يحكم اسطنبول يحكم العالم. فهذه المناطق يعني كلها كانت منفتحة على بعضها البعض، تتكامل في أدواتها وفي مواردها، فما تحتاجه مثلا منطقة متواجد في منطقة أخرى. لكن للأسف الشديد هذا التقطيع الذي سيحدث بعد سقوط الخلافة، سنلاحظ بأن هنالك موارد ضخمة جدا في مناطق محددة، وهنالك كتلة بشرية هائلة جدا محرومة من هذه الموارد، مع أن الأصل عندنا هو أن هذه الأمة مواردها كلها لبعضها البعض. ولكن عليك أن تقتنع في إطار الآن هذه التجزئة وهذه الدويلات سايكس بيكو التي تفرض على المنطقة، ما عليك إلا أن تلتزم بتلك الحدود التي وضعت عند الذين انتصروا في الحرب العالمية، وقسموا بعد ذلك موارد الدولة، وقسموا كذلك كل خيرات هذه الأمة، فصارت هذه الدول العظمى تهيمن من خلال وجودها ومن خلال نفوذها ومن خلال أدواتها التي تتحكم في هذه البلدان، تستطيع الموارد أن تكون موارد خالصة لهم، والأمة في أضعف أحوالها من حيث الموارد، وفي أتعس أحوالها من حيث الارتقاء والازدهار. وبالتالي نلاحظ بأن ما فقدناه الكثير والكثير جدا. وبالتالي صدق أبو الحسن الندوي في كتابه عندما تحدث عن ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. هنا أنا أقول بأن ما فقده المسلمون بفقد خلافتهم ليس بسيطا، وما فقده العالم بعد ذلك بسقوط أيضا الحضارة الإسلامية والدولة الإسلامية أعتقد أنه كان كبير جدا. وبالتالي فقدنا الكثير بفقداننا للدولة المركزية في الأمة. وهنا دعونا نتحدث الآن عن مسألة، يعني هذه مقدمة قصدت بها أن أقول بأن البعض كأنما يجعل العبور على محطة السقوط ومحطة عزل السلطان عبد الحميد ومحطة الهيمنة الغربية على المنطقة محطة سهلة. هي ليست سهلة، ولكن من خلال الاستلاب للذاكرة، تزوير التاريخ، تلبيس الحقائق،
محاولة السيطرة على العقول، محاولة السيطرة على كل برامج الوعي من إعلام، من سياسة، من تربية، من تعليم، من غيرها، ما يفرض علينا يراد لنا أن نتصور بأن هذا الواقع البئيس هو الواقع الطبيعي. ليس كذلك، كان هنالك واقع أفضل مما نحن فيه بكثير، بل كان يمكن أن يحصل التطور من داخل المنظومة ومن داخل الحالة المسلمة، ولكن للأسف الشديد حصل ما حصل. وبالتالي دعونا الآن ندخل في عزل السلطان عبد الحميد. ذكرت في الحلقة الماضية بأن السلطان عبد الحميد كان من أهم القضايا التي بدأ يواجهها 3 قضايا. بدأ يواجه الفكر العلماني، بدأ يواجه النزعات القومية وحالات التفتت، وبدأ يطرح فكرة الوحدة الإسلامية أو الجامعة الإسلامية، والتي لها علاقة كبيرة بالإمام جمال الدين الأفغاني. فبدأ يطرح قضايا ليست محل قبول دولي. هنالك الآن قوة دولية صاعدة تريد أن تهيمن، تريد أن تفتت هذه الدولة العامة. وكانت النهضة الأوروبية بحاجة إلى موارد، بحاجة إلى البترول، بحاجة إلى الطاقة. أين تتواجد الطاقة؟ في هذه الفترة تم تقريبا اكتشاف كل مواقع وآبار النفط وآبار البترول ومواقع الغاز، وأدركوا كذلك بأن ما لم يتم إسقاط الدولة العثمانية هذه الموارد كلها لن تكون تحت الهيمنة وتحت السيطرة، بل سيكون ذلك في قوة الأمة ونهضة الأمة وفاعلية الأمة وحضورها على المستوى الدولي. وبالتالي كان الهم كيف تخرج، أولا كيف تخرج مناطق الموارد الطبيعية هذه كلها، كيف تخرج عن السلطة العثمانية، ويجب أن يكون التفكير في هذا الاتجاه. الأمر الثاني كيف أيضا يتم زرع كتلة يهودية داخل الأمة المسلمة حتى لا تكون هذه الأمة مستقرة وتظل دائما منهكة، ويظل هذا الكيان عبارة عن سرطان داخل جسم هذه الأمة. فقلت بأن السلطان عبد الحميد كان يواجه 3 قضايا. القضية الأولى الحالة العلمانية، النقطة الثانية حالة التفتت لأنه كان يدعو إلى الحالة الجامعة اللي هو الجامعة الإسلامية، النقطة الثالثة كان يرفض رفضا قاطعا إعطاء وطن قومي لليهود. هذه ال3 قضايا هي عبارة عن محرمات بالنسبة للنظام الدولي في ذلك الوقت أو المجموعة التي كانت تسيطر على الحالة الدولية. وبالتالي السلطان عبد الحميد تصادم مع هذا الاتجاه. وهنا نلاحظ بأن نقطة الإشكال الحقيقية هو أن السلطان عبد الحميد أثيرت له جملة من القضايا. فمثلا كانت القوى الداخلية والخارجية كلها قد عزمت أمرها على تنحية العقبة التي تحول دون تفكيك الدولة وتغيير هويتها ونظامها السياسي. فمثلا جمعية الاتحاد والترقي قد توسعت توسعا كبيرا وانتشرت انتشار واسع في أرجاء السلطنة وفي أرجاء الدولة العثمانية، وتفتح لها فروع وتفتح لها أندية. وهذه الجمعية على وجه التحديد كانت محكومة بشكل سافر من الكتلة الماسونية. وهذه طبعا إن شاء الله سأورد بعض الأقوال كيف أن الماسونية تحالفت مع اليهودية بشكل قوي وظلت تنخر داخل الدولة وتكتسب بعض رجالاتها من ساسة، من مفكرين، من شعراء، من رجال علم. على كل حصل نوع من التقوية للتيار المناوي للسلطان عبد الحميد داخل الدولة. وحصل أيضا تحرك قوي جدا من الخارج. كانت حينها فرنسا وبريطانيا تتحرك في أطراف الدولة وخصوصا في المنطقة العربية حتى يحصل نوع من العزل بين مكونات الأمة الرئيسية في المنطقة، وهي الكتلة العربية التي تحتل مساحة واسعة جدا من الأرض من الخليج العربي أو الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي في الدار البيضاء. هذه المنطقة كلها كانت جزء من الدولة العثمانية. فكان التفكير كيف يمكن أن يحصل عزل ما بين العرب وما بين الترك، لأن هاتين الكتلتين شكلوا لفترة طويلة جدا مادة الإسلام الخام التي تحرك فاعلية الأمة وتؤثر كذلك في الآخرين. فعلى كل لن يتم السيطرة على المنطقة العربية في ظل خلافة قائمة، ولن تكون خلافة قائمة وقوية في ظل عزل العرب عنها. أيضا هذه معادلة كانت صعبة. وبالتالي واجه على كل السلطان عبد الحميد تحرك خارجي وتحرك داخلي، وحصل هنالك انتشار
انتشار داخل الولايات العثمانية وداخل المؤسسة العسكرية للفكر العلماني والفكر القومي والمجموعات كما ذكرت الماسونية المندسة، وخصوصا داخل الجيش. طبعا هي واحدة من الأخطاء الكبيرة التي ارتكبت في نهايات الدولة العثمانية، أن القيادات العسكرية ونتيجة التحالف مع الألمان كانت تأخذ تدريبها المتقدم والمتطور في ألمانيا، وهناك يحصل نوع من غسيل الدماء والتأثير على هؤلاء الضباط. وأهم قضية كانت ترسخ فيهم في ذلك الوقت أن الجيش فوق الأمة، وأن الجيش هو من يرعى المصالح الكلية، وأن الجيش إذا حصل أي شيء مثلا في الحياة السياسية هو من يستطيع أن يكون حامي الحمى. والمنظور الذي كان في السابق في الأمة هو أن الخلافة كسلطة سياسية تخضع لها الجيوش وليس العكس، يعني السلطة السياسية ما كانت تخضع للعسكر. منذ ذلك الوقت على كل نلاحظ أن المنطقة مثلا ظهرت فيها هذه العقيدة العسكرية، وهو أن الجيوش فوق الأمم، أن الجيوش فوق الأمة، وأن الجيوش يجب أن تخضع أن الأمة والشعوب أن تخضع للعسكر. ففي كل تحرك سياسي الآن مثلا في منطقتنا تلاحظ بأن الكل يذهب إلى أين؟ يذهب إلى العسكر. وهذه إشكالية كبيرة جدا ظلت على كل تواجه الناس، والضباط الذين عادوا من ألمانيا عادوا بالفكر القومي وعادوا بالفكر العلماني وعادوا بعقيدة وفلسفة جديدة في منظورهم للجيش. وللأسف الشديد كثير منهم أيضا ارتبط بالماسونية وظل يتحرك ضمن هذه. إذن هنا نلاحظ بأن أخطر قضية واجهت السلطان عبد الحميد النخر الداخلي أو التآكل الداخلي للعسكر وكذلك للمؤسسات المدنية والنخب السياسية. النقطة الثانية، قبل عزله أيضا تم تشويه السلطان عبد الحميد بصورة كبيرة جدا في كافة الأوساط العلمية والسياسية والشعبية بقصد عزله وإسقاطه، يعني لدرجة حتى شيخ الإسلام أو ما كان يعرف بمفتي الإسلام كانت الصورة عنده مشوهة. أقنعوا الناس بأن السلطان عبد الحميد لا يعمل للإسلام. لاحظ هم علمانيون ينادون بفصل الدين عن الدولة وينادون بالحالة العقلانية المجردة تماما عن الدين، ولكن لما أرادوا عزل السلطان عبد الحميد يدركون تماما البعد الديني لمفهوم الخلافة، وهنا حاولوا أيضا أن يحصل تشويه، فصوروه بأنه قاتل وأنه مستبد وأنه حتى أنه مثلا أحرق المصاحف وأنه شخصية خطرة على الإسلام وعلى المسلمين. صور على كل الصحف في ذلك الوقت الكثير منها بدأ لدرجة التشويه طال كما قلت حتى بعض الأبرياء، بعض الشخصيات الطيبة والمفكرين من المسلمين أيضا طالهم هذا الوضع، وبالتالي حصل تشويه متعمد لشخصية السلطان عبد الحميد. ثالثا، تم تحريك المظاهرات العامة ضد السلطان والمطالبة بعزله وإعادة البرلمان وإعادة الدستور. نحن ذكرنا بأن السلطان عبد الحميد واحد من القضايا الكبيرة اللي قام بها هو مسألة البرلمان والدستور لكن لما لاحظ بأن والله هذا الدستور بدأ يستخدم ويوظف لتحريك المجموعات ضد الدولة وتستفيد منه الأقليات لمحاولة تقويض النظام السياسي الأمة، جمد هذا الموضوع، جمد ذلك، وبالتالي استفادت هذه المجموعات من هذا التجميد وبدأت تنظر إليه بأنه شخصية ديكتاتورية، مع أن الدستور الصلاحيات التي كانت تمنح للسلطان عبد الحميد كانت كبيرة جدا. يعني لو عرضت علينا الآن لقلنا والله هذا لا يصح، ولكن مع ذلك هو ألقى هذا الموضوع لأنه كان يرى بأن والله ليست القضية قضية الصلاحيات الممنوحة له، ولكن المشكلة تكمن في التوظيف السيء للعدوان الخارجي. في لحظات العدوان الخارجي والتدخلات الخارجية والاستفادة من هذه الحريات الممنوحة لصالح الخارج، هنا يلزم إعادة النظر، وعلى كل تم الاستفادة من هذا الموضوع. رابعا، أيضا حصل توظيف وخداع وحالة من الإكراه للمؤسسة الدينية مؤسسة شيخ الإسلام لإصدار فتوى بعزل السلطان عبد الحميد، وقد كان ذلك من مفتي الإسلام محمد ضياء الدين بتاريخ الثلاثاء 27/4/1909، حيث صدرت هنالك فتوى من هذه المؤسسة الدينية. المفتي قدموا له تساؤل من جمعية الاتحاد والترقي اللي كانت في ذلك الوقت تسيطر على المشهد السياسي وتسيطر على الشارع العام، وهي كما ذكرت عبارة عن مجموعة من الأخلاط، فيها الأرمن وفيها اليهود، حتى اليهود الذين جاءوا من أسبانيا واستضافتهم الدولة العثمانية تحركوا ضمن هذا الحراك، وفيها كذلك المجموعات التي لها مشكلات قومية وأقليات دينية. كل هؤلاء أرادوا على كل أن يستفيدوا من مظلة الاتحاد والترقي في سبيل عزل السلطان عبد الحميد. فهنا لجأوا إلى
الاستفادة من شيخ الإسلام، لأنهم يدركوا بأن منصب الخلافة إذا لم يحصلوا على فتوى شرعية بعزل السلطان فإنهم لن يستطيعوا ذلك. وهنا للأسف الشديد وقعت كذلك جهاز الفتوى وشيخ الإسلام وقع في فخ، وهو فخ التشويه للسلطان عبد الحميد، فقالوا له ما حكم من مثلا يستبد بالأمر وينقض العهود وينقض المواثيق ويحرق الكتاب ويفعل كذا وكذا. فالشيخ على كل في حدود 15، يعني السؤال في حدود 15 سطر، وهو أجاب لهم بكلمة واحدة: يجب عزله، يجب عزله. مباشرة أخذوا هذه الفتوى وذهبوا بها إلى البرلمان يوم 27/4، واجتمع تقريبا مجلس الأعيان ومجلس النواب، وكان عددهم تقريبا 240 شخص. جلست هذه المؤسسة لعزل السلطان عبد الحميد، وتم بالفعل عزله في هذا اليوم. وإن شاء الله لنا تتمة وتكملة لهذا الموضوع في الحلقات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهواء لكن نسأل الله الثبات، الأرض ميدان نسير.